اخواتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه وسلامه يا رب. اليوم ان شاء الله غنشوفوا مع بعضياتنا حلوه ديال الدواز اتاي رائعه البنات، اقتصاديه وسهله في التشكيل بلا طابع البنات كما غادي نشوفوا معايا. الطابع اللي غادي نستعملوه البنات هو الطابع ديال الشباكيه. سمحوا لي البنات، راه الصوت ديالي شويه عيا، راه مازال مريضه باقي شاد فيا الرواح اولا لاغريب. كيف ما تشوفوا هذا هو الطابع البنات اللي خدمنا به هاد الحلوه ديال الدوازاتي، كتجي رائعه البنات. نتمنى هاد الفيديو البنات يعجبكم وين الرضا ديالكم، ولا عجبكم البنات ما تنسونيش من لايك ومن الزياره ديال صندوق الوصف. غتلقاو المكونات اللي انا اشتغلت بهم، وغتلقاو وسائل التواصل الاجتماعي اللي بغات تواصل معايا مرحبا والف مرحبا. وغتلقاو ان شاء الله حتى المكونات اللي انا اشتغلت بهم، وحتى بعض الحلويات المغربيه ديال دوازاتي اللي كتكون اقتصاديه البنات، غتلقاوهم ان شاء الله في صندوق الوصف. كنشكر البنات بزاف، البنات الاخوات ديالي العزيزات الغاليات على قلبي اللي تيرفعوا لي الفيديو ديالي على المنتدى عندهم او لا تنشروه لي على المنتدى، فانا كنشكرهم بزاف جزيل الشكر، وكنقول لهم شكرا لكم من القلب الخالص. وحتى انا البنات ملي كنكون كنعلق في بعض القنوات اولا كندير جوله في بعض القنوات وكتعجبني شي قناه وكنشوف المحتوى ديالها انها قناه يعني نافعه وفيها محتوى ديالها جيد جدا، فانا البنات كنشرها عندي في المنتدى بدون طلب من صاحبه القناه، يعني بلا ما تطلبها مني صاحبه القناه انا كنشرها عندي في المنتدى. هكا البنات باش نساعدوا بعضياتنا ونرفعوا من المستوى ديال المشاهده مع بعضياتنا، ونرفعوا من القنوات ديالنا. كما تتشوفوا حنا جميع عندنا واحد الفتره ديال القنوات ركود البنات، كما تشوفوا المشاهدات ما كاينينش. نتمنى هذا الوضع يتبدل ومن الاحسن من الحسن للاحسن ان شاء الله، مع يكون القادم افضل ان شاء الله بحول الله. فلهذا البنات انا كنشكركم بزاف بزاف من قلبي الخالص، وشكرا لكم بزاف. وخنشكركم الله سبحانه وتعالى هو اللي غيجازيكم بخير. يعني حاجه زوينه ان واحد القناه انت ما كتعرفيهاش وما طلبتيش منها شي حاجه، وهي كتلقى وكتلقاي الفيديو ديالك تنشر عندها في المنتدى ديالها، فهذا في حد ذاته البنات راه تيفرح فعلا، راه تيفرح. هذا هو اللي تيخليني حتى انا البنات نحاول ما امكن الا شفت شي قناه عجبتني فانا البنات كنشرها عندي في المنتدى. كما سبق لي قلت لكم البنات، نتمنى من هذا الفيديو حتى هو يعجبكم وين الرضا ديالكم، وإلا عجبكم البنات ما تنسونيش من لايك، وبلا ما نطول عليكم نخليكم مع الفيديو. فكان لازم البنات ان بصوتي مباشره انني نقل هذه الرساله للاخوات، لان ملي كنكون في المونتاج وكنهضر بالصوت ديالي فالفيديو كيكون شويه مزروب، فما كنقدرش نلقي التحيه على البنات او لا كلمه الشكر في الحق ديالهم. فلهذا البنات انا غتنمت هذه الفرصه، ونتمنى هذا الفيديو ما يجيكمش طويل مع هذه المقدمه. فلهذا البنات انا كنشكركم بزاف، وشكرا لكم البنات الاخوات العزيزات ديالي اللي بداو معايا القناه من البدايه ديالها. فانا كنقول لكم شكرا شكرا من القلب الخالص، والله هو اللي غيجازيكم بخير انكم تتشجعوني وتتعلقوا لي تعليقات ممتازه، اللي انا فعلا فيما تنقرا شي تعليق فعلا راه تيفرحني. يعني كيشجعنا حنا اصحاب القنوات اننا نعطيو ولو كما شفتوا الركود كاين في المشاهده. بعض المرات تيجينا احباط، ولكن ملي تنشوفوا بعض المتتبعات هكا هي اللي تيفرحوا وتيعطونا تتعجبهم الوصفه ولا تيجربوها وتتعجبهم ولا كلمه شكر في حقنا ولا، فكنزيدوا نتشجعوا اننا نعطيو المزيد من الوصفات. بلا ما نطول عليكم البنات نخليكم مع الفيديو. كيف ما شفتوا هذه الحلوه ديالنا ما شاء الله، شوفوا كي كتجي مقرمشه رائعه البنات. شوفوا كي كتجي مرمله مرمله يا البنات، رائعه رائعه بمعنى الكلمه. والمذاق البنات فيها ديال الكراميل كتجي رائعه بمذاق الكراميل. شوفوا كي كتجي البنات هشيشه ما شاء الله مرمله رائعه البنات. مكونات اقتصاديا انتم غادي تشوفوا باش خدمتها. ونتمنى هذا الفيديو يعجبكم من الرضا ديالكم. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع الفيديو. بسم الله على بركه الله اخواتي، نبداو في تحضير الحلوى. كيف ما كتشوفوا هنا عندنا نص كيلو ديال الزبده، انا غناخذ 250 غرام يعني رابعه ديال الزبده. انا خديت هذه الخاصه بالتوريق، ممكن البنات تاخذوا ديال العلبه. انا خديت هذا المارغرين اللي خاصه بالتوريق، ممكن كما سبق قلت لكم تاخذوا ديال العلبه. الزبده البنات اولا المارغرين خصها تكون بدرجه حراره المطبخ باش تسهل علينا اننا نخدموها. انا كنقطعها هكا مكعبات باش يسهل عليا نخدمها كيف ما شفتوا. هنا عندي البنات كاس ديال السكر سنيده، ممكن ديروا كاس ونص حتى 2 كؤوس ديال السنيده على حسب الحلاوه. انا درت غير كاس بركه لاني مازال غادا نضيف لها الحلاوه في الوجه ملي نبغي نفندها. هنا البنات عندي 2 علب ديال الفلون بنكهه الكراميل. الفلون البنات العلب الصغيورين يعني ديال 4 الاشخاص بنكهه الكراميل. ممكن البنات تعوضوهم ب2 معالق كبار ديال النكهه ديال الكراميل اولا لاغوم ديال الكراميل.
كما شفتوا البنات العلبه الوزن ديالها 2.5 غرام، يعني 5 غرام ديال الفلون كراميل، رشه ديال الملح باش نهرسوا بها هذا المذاق او البنه ديال الحلاوه. صافي البنات كما شفتوا كنمعكوا هاد الزبده هكا غير بالاطراف ديال الاصابع مع سكر سنيده. من بعد البنات غادي نستعملوا الكف ديالنا على هاد الطريقه البنات باش كنحسوا بديك سكر حبيبات ولا سكر سنيده انه داب لينا داخل هاد المارغرين ولا الزبده. هنا البنات كنضيفوا 3 ديال البيضات. كما شفتوا البنات هاد الحلوه ما ضفناش ليها الفانيلا او السكر الفانيلا، فحنا اكتفينا بالفلون كراميل. كتجي رائعه البنات بالفلون الكراميل اولا مذاق الكراميل. كنضيفوا هنا 2 كؤوس ديال الزيت المائده. كما شفتوا درنا 3 البيضات 2 كؤوس ديال زيت المائده. صافي البنات وكنخدموا مع بعضياتهم حتى كنخدموا الزبده كما شفتوا مع السكر سنيده، عاد باش كنضيفوا البيض وكنضيفوا حتى الزيت. صافي كنخدموهم على هذه الطريقه حتى كنحصلوا على واحد البوماد كيف ما تشوفوا هكانيه ولا كريمه. صافي البنات هنا كنضيفوا لها واحد 3 المعالق كبار ديال الشوكولاط حبيبات اولا الفيرميسيل ديال الشوكولا، 3 المعالق ديال الكوك اولا جوز الهند. وكنبداو نضيفوا البنات هنا في الدقيق. الدقيق البنات عندي كيلو ديال الدقيق اللي خاص بالحلويات وكيس واحد ديال الخميره ديال الحلوى. كما شفتوا البنات انا الدقيق ما غربلتوش لانه كاين في العلبه، خاص هذا البنات بالحلويات ما نحتاجوش اننا نغربلوه، تيضيفوا له محسنات على حسب الحلويات. انا البنات كما سبق لي قلت لكم الدقيق الابيض ما بقيتش كنستعملو في الخبز، وليت كنستعمل الفورص الحرش او الحبيبه. وبالنسبه للحلويات ولا الكيك وليت كناخذ هكا الكيلو ديال اللي خاص بالحلويات اللي تيكون هكا في العلب باش كنحاول على الميزانيه ديال المنزل. وفي نفس الوقت راكم عارفين البنات منها اقتصاد ومنها حتى كما كنقولوا مزيان حتى داك الحبيبات انا جربته اولا الحبيبه البنات داك الفورص الحرش فهو جاني عجبني بصراحه. راك شفتوا خدمت معكم الخبز خدمت معكم به حتى المسمن. صافي البنات كنبداو نضيفوا في الدقيق البنات ما هزتش لي الكيلو، هزت لي تقريبا البنات هنا 700 غرام ديال الدقيق، يعني على حسب النوع ديال البيض اللي نتوما استعملتوه والدقيق واش كيشرب ولا ما يشربش. المهم البنات تحصلوا على هاد القوام ديال العجين انها تكون كما شفتوا كتشكل معكم على شكل غريبه كما تتشوفوا. كما شفتوا العجين ما كتحتاج الدلك لانها عجين صابلي كما كتعرفوا كاع عجين الحلويات هكانيه اللي تيكونوا هكا ديال الطابع ما كيحتاجوش اننا ندلكوهم عكس الغريبات. صافي كيف ما تتشوفوا كنلفوها في واحد الورق ولا بلاستيك البنات هكا وكنحطوها جانبا باش ترجع ليها ديك الحراره. كما تعرفوا راه فيها الزبده ما خصهاش تقصح. كناخذوا هنا واحد الكاس ديال سكر سنيده ولا سكر حبيبات وكاس ديال الكوك اولا جوز الهند، كنخلطوهم مع بعضياتهم في واحد الاناء ولا في واحد الطبق. كناخذوا هنا شويه ديال الدقيق الابيض وهذا الطابع البنات اللي خاص بالشباكيه اللي حنا كنصاوبوا به الشباكيه. كما عودتكم في بزاف ديال الحلويات البنات غتلقاو في صندوق الوصف انني كنستغني على الطوابع ديال الحلويات، انني كنستعمل الطوابع اللي موجوده في المنزل. فانتم غادي تلقاو في صندوق الوصف بعض الحلويات اللي انا كنستعمل فيهم طوابع من داخل المطبخ عندي. كما كتشوفوا القياس ديال الغريبه البنات اولا الحلوى كناخذها بالكف ديال اليد ديالي، يعني لقمه قد اللقمه اولا اللقمه داخل اليد ديالي الكف اللي ديال اليد ديالي باش كناخذ العبار اولا القياس ديال الحلوى تجي قد بعضياتها. ممكن البنات تستعملوا الميزان وتوزنوهم قد بعضياتهم. انا الوزن البنات كناخذوا باليد ديالي كما سبق لي قلت لكم تعلموا تاخذوا الوزن ديال الحلويات اولا العبار ديال الحلويات باليد ديالكم هكا باش كتجيكم الحلوى مقاده على قد بعضياتها. كما شفتوا كنمروها من بعد ما كنشكلوها كويرات فحنا كنبسطوها البنات ضروري تبسطوها وكتمروها في داك السكر حبيبات ومع الكوك اولا جوز الهند. وكما شفتوا كنشكلوها في الكف ديال اليد بهذا الطابع كنديروا بهذا الشكل البنات باش كيعطينا هذا الشكل هذا الزواقه كما شفتوا اولا هذا الرشمه كتجي رائعه البنات شكلا ومذاقا. المذاق البنات ما نقولش لكم مذاق الكراميل كتجي فيها واحد اللون اللي هو بني رائع البنات، واللذه ما نقولش لكم كتجي شيشه تتفرتت في اليد. نتمنى البنات هذا الفيديو يعجبكم وينال الرضا ديالكم. الله يجزيكم البنات ما تنسوناش من لايك ثم لايك وزياره صندوق الوصف. غتلقاو المكونات اللي انا اشتغلت بهم البنات وغتلقاو بعض الحلويات اقتصاديين كما سبق لي قلت لكم غتلقاوهم ان شاء الله في صندوق الوصف. وغتلقاو روابط التواصل الاجتماعي اللي بغات تواصل معايا مرحبا والف مرحبا. كاينه المجموعه على الفيس اللي بغات تنضم لينا مرحبا، وكاينه الصفحه على الفيس بطبيعه الحال، وكاينه حتى الصفحه في الانستغرام والصفحه على التيك توك البنات. صافي كما شفتوا على هذه الطريقه من بعد ما شكلت الحلويات كاملين كيجيو هكا رائعين. انا البنات كما سبق لي دائما كنقول لكم حتى كنشكل الحلويات باش كندخلهم للفرن باش ما تحرقوش ليا. النار البنات متوسطه 180 درجه، النار من الفوق من التحت كتحصلوا على هذا اللون الذهبي. انا البنات دائما تنقول لكم تنبغي الحلويات هادو تيكون فيهم الدقيق كنبغيهم يكونوا تحمروا. كناخذوا هنايا كما شفتوا الشوكولاط اللي انا ذوبته في حمام مائي، وعندي هنا البنات رقائق ديال الشوفان اللي سبق لي خدمتهم معكم هكا كراميليزي
ممكن البنات تستعملوا اللوز او لا جو هذا الجوز او لا اللوز اللي كيكون كونكاسي او لا مجروش. ممكن تستعملوا الفول السوداني او لا كاوكاو حتى هو. وممكن تخلوهم غير هكاك البنات. ممكن ديروا النصف ديالها في الشوكولاط الابيض والنصف في الشوكولاط الاسود هكا. يعني اللي حبت التزيين كيبقى على حسب كل سيده والاختيارات في التزيين الحلوه ديالتها. صافي كما شفتوا كنغطسوا لها غير النصف ديالها في الشوكولاط. الشوكولاطه البنات انا استعملتها دكالا اولا هاد كالا كيكون مزيان البنات في الحلويات. صافي كما شفتوا البنات كنضيف نديروا النصف ديالها في الشوكولاط ومن بعد كنغطسوه هنا في رقائق ديال الشوفان بهذه الطريقه البنات. كما سبق قلت لكم التزيين كيبقى اختياري. النصف غندير له هذه الطريقه غادي يكون فيه الشوكولاط وغادي يكون عادي. والنصف الاخر البنات ديال الحلوى غنخليه هكاك مشكل لان الوجه ديالها ديال الحلوى كما شفتوها مشكله. لان في الوجه ديال البنات حنا درناها في الكوك اولا جوز الهند وفي السكر سنيده. وهذه هي الحلوى ديالنا البنات بداك اللون الذهبي الرائع البنات. والمذاق ما نقولش لكم ديال الكراميل. الشكل ديالها كيف شفتوا الشكل ديالها هي مزوقه راسها ما تحتاجش اننا نضيفوا لها شي اضافات. نتمنى هاد البنات هذا الفيديو حتى يعجبكم وينال الرضا ديالكم. وإلا عجبكم البنات ما تنسونيش من لايك والزياره صندوق الوصف البنات والتعاليق والبارطاج. بارطاجيو الفيديو البنات عبر وسائل التواصل الاجتماعي الواتساب الصديقات الاهل والاحباب. وكما دائما تنقول لكم البنات دائما مع الوصفات الاقتصاديه والرخيصه البنات. وكميه كما شفتوا ما شاء الله عليها خرجت لنا الطبق ما شاء الله عليه. هكا نخزنوها في واحد العلبه وقت ما بغينا نشربوها تاي فحلوه ديال الدوازاتي كيف شفتوها شي البنات ورائعه ومرمله. نتمنى هاد البنات هاد الفيديو تا يعجبكم من الرضا ديالكم. وإلا عجبكم البنات ما تنسونيش من لايك وخليتكم الراحه اخواتي وفي امان الله. وفيديو قادم ان شاء الله في شي يوم شيوات اختكم خديجه ام حمزه.